السؤال الأهم، ليه دايما البنوك مش طارحة الشهادة ديت على طول؟ لأن في نقطة مهمة جدا جدا في البنوك وهي اسمها تكلفة الأموال. البنك تقريبا 80% من كور الشغل بتاعه أو حتى من الأرباح بتاعته هو إن البنك بيطرح ودايع أو بيطرح شهادات حضرتك بتروح تربطها ب100,000 بمليون جنيه أيا كان، فبيلم فلوس من حضرتك وبيصرف الفلوس ديت في شكل قروض. طبعا مش تصريف البنك كله في الفلوس في شكل قروض بس، لا، في حاجات كتيرة جدا طبعا، لكن الجزئية الأكبر في شكل قروض، سواء قروض لأشخاص أو قروض لشركات بيطلعها في شكل مشروعات. دايما او اغلب القروض اللي البنك بيطلعها ديت مفيش لمده سنه ولا لمده 6 شهور ولا سنتين، اقل قرض تقريبا بيبقى 3 سنين. طبعا في مدد قليله، لكن الناس دايما بتاخد اقل حاجه 3 سنين، وفي 5 سنين، وفي 10 سنين، وفي قرض لحد 20 سنه. فالبنك اما يبقى دايما منزل شهاده لمده سنه بفايده كويسه، كل الناس هتروح ليها ومحدش هيروح للشهاده اللي هي لمده 3 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين.